السلام عليكم. أنا طالعة بعزي الشعب المصري كله، مش بعزي بس أهل الطالب بتاع الدقهلية. واللي ما يعرفش الحكاية، أهل الطالب بتاع الدقهلية ده اللي هو إيهاب. إيهاب اللي وجع قلب الشعب المصري كله، اللي وجع قلب الشعب المصري كله قسما بالله. كل اللي يعرف حكايته قلبه بيوجعه. أنا بفكر أعمل الفيديو ده بقالي يومين، مش عارفة أعمله لأني مش قادرة أتمالك أعصابي من اللي أنا حاسة إن هو مش يخصني وبس. يعني أنا قلبي موجوع عليه. حكاية الطالب للناس اللي ما تعرفهاش، اللي قتلوا أستاذه أستاذ محمد بتاع الفيزياء، اللي الطالب ده بيعتبره بالنسبة له صديق مش مدرس بس. الطالب عنده 16 سنة والمدرس عنده 25 سنة. تخيل ان هما كانوا بيتعاملوا مع بعض كأصدقاء. الطالب ده كان بياخد عنده درس مع زمايله في البيت، وبعد كده بياخد عنده يعني حصة إضافية، مش عارف ايه، يعني درس ايه خاص كده. لو في أي حاجة الطالب مش فاهمها بيشرحها له، كله بفلوسه طبعا. الحكايه ما فيهاش اي جدعنه، كله بفلوسه. المدرس بقى ده كان بيلعب قمار. اللعبه اللي بتتلعب على النت، اللي انا اكتشفت ان احنا الرابع على العالم في اللعبه دي. تخيلوا ان احنا واخدين المركز الرابع على العالم. يعني معنى كده ان احنا عندنا لاعبين لعيبه كتير قوي. وطبعا اي لعبه زي كده بتخش تلعبها لازم يطمعوك وتكسب، ويقعدوا يزيدوا لك في ارباحك، وانت بقى تفرح بقى بالموضوع ده فتغوط بقى. الاستاذ ده كسب كتير جدا من اللعبه دي، لكن زي ما بتطلعك لفوق لغايه ما تطمع وتحط اكتر، بتنزلك على جدور رقبتك. الاستاذ ده نزل على جدور رقبته بعد كل الارباح اللي ربحها، نزل على جدور رقبته، فبقى مديون ب 300,000 جنيه. استلف من الناس واستلف من الدنيا كلها واتدين عشان خاطر يلعب. ما هي اللعبة دي قبل كده كسبته، جت بعد كده غرقته. مش عارف يسد ديونه ازاي. المدام بتاعت حضرته حسبي الله ونعم الوكيل فيها، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. قالت له ايه ده؟ هو انت بتدي ايهاب ابن الحاج اشرف عبد العزيز درس؟ طب ما الحاج اشرف ده ممكن يحل لنا مشاكلنا كلها. ازاي؟ ده راجل مقتدر، وراجل عنده وسوست له زي الشيطان. وهو كان عنده استعداد لاكتر من كده، هو الشيطان نفسه. لانه هو لو كان بني ادم كويس او في حته بيضه او حته نظافه من جواه، ما كانش وافق على الكلام ده. قالت له طب ما احنا ممكن نجيب الولد ونبعت لابوه رساله ان احنا طالبين منه فديه. وطبعا ابوه ما ايه، ابوه هيدفع. ما صدق. الواد خد الدرس ومشي، راح هو متصل بيه تاني. تعالى يا ايهاب عشان اشرح لك الحاجات اللي انت ما كنتش فاهمها. فالولد ايه يا استاذ، مش انت قلت لي مفيش درس النهارده؟ لا تعالى يا حبيبي، وعايزه اقول لكم ان الولد كان صايم. شفتوا؟ كان صايم كمان. رجع للاستاذ، فالاستاذ ايه، طبعا عشان يقدر يتغلب على شاب عنده 16 سنه، اكيد لو جه ياخده بالعافيه فالشاب هيقاومه، فالتاني ما يضمنش نجاح بقى الخطه بتاعته. فدخله من سكه تانيه. بص يا اشرف، احنا عايزين يا ايهاب اقصد، احنا عايزين نعمل ايه فيديو على النت فيجيب مشاهدات. نعمل ايه يا استاذ؟ قال له هصورك ان انت قاعد ومتكتف والسكينه على رقبتك، وان انت بتبعت رساله ان انت مخطوف. طبعا الطالب عجبته اللعبه. طب حاضر يا استاذ، وراح عامل كده. طب بس يا استاذ ما تحطش السكينه بسنها، خليها بظهرها. حاضر. وراح حاطط السكينه، والتاني راح باعت الشاب راح بيصور الرساله ان هو الموضوع بالنسبه له مش اكتر من لعبه، ان دي لعبه وهتترفع على النت وهتعمل مشاهدات. راح عامل كده فعلا. بعد ما صور الرساله، راح جاي الاستاذ بقى وراح قاطع له الوريد الرئيسي. اوعى تقول لي ان الموضوع خطأ، لا ده مش قتل خطأ. ده مش قتل خطأ، لان المدرس اللي بيدرس وذكي مش هيخطف الواد ويخليه يصور. وبعد ما يصور الواد عارف مين اللي خطفه ومين اللي كتفه، وبعد كده هيسيبه. خلاص يعني هو خلاص ما بيريلش كده، لا ده شطان راح قاطع الوريد. طبعا الولد نزف، وبعد ما نزف طبعا دخل في نوبة تشنجات. المهم قضاء الله نفذ، حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
الولد اتوفى. طبعا المدرس عايز يتصرف فيه، مش عارف يعمل ايه، راح متصل بواحد نجار قريبه، وتعالى وهات المنشار الكهربائي معاك. ايه ده؟ ايه الجبروت والغباء ده؟ ايه ده؟ يخرب بيتك، ده انت ما عندكش ادنى احترام ولا مفيش حاجه. انا خايفه اقول، مش عايزه اقول عليك بني ادم، انت مش بني ادم. يمكن الحيوان بيبقى عنده رحمه عنك. راح جايب جاي الراجل النجار. فطبعا التاني قال له هديك 50,000 جنيه بس تقطعهولي. طبعا هو لو ما كانش عارف ان النجار ده عنده استعداد يعمل حاجه زي كده ما كانش اتصل بيه. جه النجار وراحوا مقاطعينه 3 قطع، وراحوا حاطينه لافينه في خيش، وامهم اتصرف فيه في 3 اماكن. ام الطالب عماله ترن عليه، عماله ترن عليه. اول مره رد عليها لما كان كويس، فرد عليها، فانا قال لها قدامي نص ساعه. بعد كده راحت متصله بيه، فرد عليها قال لها قدامي شويه. بس كقلب اي ام حست ان صوته في حاجه، حست ان صوت ابنها في حاجه، فقعدت تتصل بيه زياده عن ساعتين. طبعا الوقت اللي هي عماله تتصل فيه ده كان يا قلب امه خلاص يعني اتنفذ في الخطه. وقابل رب كريم، قابل رب كريم ارحم من البني ادمين ومن البشر، ومن مدرس هو كان بيعتبره صديق ليه او حاطط ثقته فيه. وراح ايه، راح واخده ووزعه على 3 اماكن. قعدوا يدوروا بيبعتوا رسائل. المهم عثروا في الجزء الاسفل منه، رجليه، رجليه متطبقه ومحطوطه في قلب شوال ومرميه. عثروا في جزء في 2. المهم عثروا في ايه فيه، واتضح ان هو. وطبعا طب المباحث بتدور، طب هو كان فين اخر مره اتشاف فين، كان فين عند المدرس. المهم جابوا المدرس. فالمدرس قال لهم ده ماشي من عندي بقاله اكتر من ساعه ونص. وغلطت بقى المدرس برضو ان هو قال للطلبه اللي يسالكوا قولوا له ان هو مشي معاكم. دي برضو غلطه. الشرطه بتاعتنا ربنا يحرسها حطتها في اعتبارها إن غلطه اللسان بتاعته ديت. خدوه على الاسم، قعد في الاسم 5 ايام. 5 ايام، تخيل انت. هما كده ما وجهولوش اي اتهام، هو موجود تحت التحقيق، ما وجهوش اي اتهام. الضابط، الضابط في الاسم بيتكلم معاه، وعنده في البيت بيفتشوا بيته. فلقوا في البيت ايه، لقوا في البيت قطعة خيش زيها زي اللي كان ملفوف فيها اعضاء الولد عليه رحمة ربنا يا رب. اعضائه، رجليه ووسطه وجسمه وكتافه وصدره، نفس قطعة الخيش ونفس هي اللي موجودة عنده موجودة عنده في الأوضة. خدوا الراجل وجايين واقفين بيتكلموا معاه. فجه الاب بيكلم المدرس. طبعا هو ما يعرفش ان هو ده اللي قتل ابنه. بيكلم المدرس، يرد المدرس عليه ويقول له يرضيك اللي حاصل لي، يرضيك اللي انا فيه. يقول له يا ابني انا هعوضك عن كل اللي ايه الخسائر اللي خسرتها، هعوضك اضعافها. بس لو انت تعرف اي حاجه تدلهم عن اللي عمل فيا كده في ابني كده قول لي. بص الجبروت، بص الجبروت بيتكلم مع والد الشق اللي هو مقطعه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. بيتكلم مع ايه، بتتكلم على ايه؟ ايه الجبروت اللي انت فيه ده؟ امه، ام الشاب، صعب عليها المدرس، كانت عايزه تبعت له اكل، كانت عايزه تبعت تجيب له اكل، اتسممه سم هاري، كانت عايزه تبعت تجيب له اكل كمان. شفتوا الناس قد ايه طيبه، وناس قد ايه ناس محترمه، وناس قد كده متقبلين قضاء ربنا. يعني كل اللي كان على لسان الاب اما كانوا عاملين معاه مداخله، كل اللي كان على لسانه ربنا ما يحكم على حد، ربنا ما يحكم على حد باللي انا شفته، ربنا ما يحكم على حد. المباحث لما قبضت عليه وقالت وواجهته بالخيش اللي كان عنده بالحاجات دي، اعترف. تعترف ايه؟ انا عايزه افهم دلوقتي. إيه انت اعترفت، انت ولا مراتك ولا النجار؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ماشي انتوا ال3. عايزه اقول لكم والله العظيم انا لو في ايديا التشريعات بتاعه القوانين لاحكم عليهم بنفس اللي عملوه في الطالب ده، يتقطعوا، ما يتشنقوش. الشنق بالنسبه لهم رحمه، ده احنا بنرحمهم، احنا بنرحمهم. بيتشنقوا ليه؟ ما يتشنقوش. دول المفروض يتقطعوا 3 اجزاء كده ويدفنوا متقطعين، والدنيا كلها تعرف كده، الدنيا كلها تعرف كده.
أنا مش عايزة أتكلم وأقول أكتر من كده عشان ما حدش ياخد على كلامي وانفعالاتي، لأن أنا مش قادرة أتخيل إيه ده، إيه ده اللي بيحصل ده، إحنا وصلنا لفين. وحسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم يا جماعة. أنا عايزة أقول لكم حاجة، أي نعم إحنا لازم ندي ولادنا دروس، لازم، عارفين ده من إيه؟ من قلة الضمير في الشرح في المدارس. إحنا لازم ندي ولادنا دروس، بس عايزين على الأقل يبقى عندنا شوية احتياط. بتدي ابنك بتدي بنتك في مكان يكون آمن، ويكون مع أصحابه ويخش مع أصحابه ويخرج مع أصحابه. إلا إذا كنت أنت عندك مكان متوفر وتجيبهم عندك ياخدوا عندك قدام عينك، يا ريت يا ريت. لكن إحنا هنتكلم نقول إيه، هل كل واحد هيروح يصاحب ابنه أو يصاحب بنته في الدرس ويقعد معاهم كده؟ يعني ده المدرس اللي هو كان الطالب بيعتبره صديق ليه وكان بيتعامل معاه صداق، ده بينهم وبين بعض كام سنة، كام سنة، يعني من 16 ل25 سنة، يعني حاجات بسيطة، حاجات بسيطة. ومع ذلك حسبي الله ونعم الوكيل فيه، غدر بيه، وربنا يا رب ينتقم منه، ربنا ينتقم منه أشر انتقام، أشر انتقام. طبعا الموضوع هو موضوع خلصان والحكاية برضو إعدام، و... وربنا يكرمه في أكتر من كده، في أكتر من كده، في أكتر من كده. أنا نفسي يتشرع قوانين اللي يقتل يتقتل بنفس الطريقة، بنفس الطريقة. وبرضه ببلغ عزائي للوالد والوالدة، ربنا يصبرهم يا رب، ربنا يصبرهم يا رب، ويصبرهم بحق جاه النبي يا رب، ويبرد قلبهم، يبرد قلبهم ويبرد قلبنا، لان ده احنا كمان موجوعين بيه، احنا كمان موجوعين بيه. احنا كشعب، يعني انا مش قادره اتخيل ولا قادره اتصور اللي بيتكلم ده. انا بتكلم كلام انا مش قادره اتصوره ولا قادره اتكلم فيه، ومش قادره اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم.